يا ناس ياهو، النادي الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا بعد ضغط وبعد بدايه الدوري الاسوأ في اخر 10 15 سنه. مع كامل النجوم دي النادي الاهلي حاطط نفسه في ضغط وبادئ بدايه مفيش اسوأ من كده، لكن النهارده قدر يكسب سيراميكا كليوباترا بهدف عالمي لمحمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه اللي حط نفسه في لغط كتير جدا المباراه اللي فاتت بعد حركه غص، معرفش هو كان بيعملها لمين، لعم حربي او بيعملها لمين، بس نقطه تريزيجيه النهارده في ارضيه الملعب بيعتزل الجمهور وكمان بيحرز هدف الفوز وكمان يكون السبب في النادي الاهلي ياخد 3 نقاط. تريزيجيه لازم الجمهور هو اللي يفوق اللعيبه عشان خاطر اللعيبه دي تعرف قيمه التيشيرت النادي الاهلي، زي ما جمهور النادي الاهلي رفع لهم اليافطه او البانر قال لهم تيشيرت النادي الاهلي ما بيلبسوش الا الرجال، اثبتوا نفسكم. دي الحقيقه، جمهور النادي الاهلي هو دايما في المواقف ده هو اللي تلاقي الجمهور اللي مش مستفاد حاجه من المناسبه، هو اللي بيدعم النادي، هو اللي بيدعم اللعيبه، واكتر ناس هي اللي بتحب النادي. احنا كجمهور ولا بناخد فلوس من اللعيبه ولا بناخد ملايين من الاداره ولا بناخد شو اعلامي ولا بناخد شهره ولا بناخد اي حاجه، ولكن احنا بنحب النادي. هي كده بالفطره، انت طلعت اهلاوي او اي مشجع كره قدم بيحب نادي معين، دي بالفطره. هتقول له ازاي؟ هقول لك ما اعرفش، انا طلعت بحب النادي الفلاني. فالجمهور هو الوحيد اللي دايما اللي ملوش مصلحه ابدا في اي حاجه غير النادي بتاعه يكون كويس. انا بتكلم عن الجمهور، مش بعض صفحات السوشيال ميديا، لان الناس دي فيها جزء كبير جدا منهم صفحات سواء لكل الانديه. بالمناسبه لما تيجي تعمل لود او تحمل حد معين حاجه بتزوم عليه، سواء لاعب او مدرب او حتى مجالس ادارات الانديه. لكن الجمهور الحقيقي اللي كان في المدرج النهارده ورفع البانر للاعيبه النادي الاهلي تيشيرت الاهلي لا يليق الا بالرجال، اثبتوا نفسكم، دي رساله اعتقد ان هي هتبقى مهمه جدا للنادي الاهلي والسكواد ده يفوز ببطوله الدوري المصري 2025 2026. اداء بجد جميل، اداء كويس. الاهلي كان متحرر النهارده، الاهلي كان بيقدم كوره كويسه جدا، كان في فرص كتير ضايعه وكان في كمان ضربه جزاء لطاهر، مش عارف ازاي الحكم اصلا ما رجعش الفار، والكره بتاعت تريزيجيه هل هي عدت خط المرمى او لا؟ يا عم روح للفار ووريني، روح للفار واهل عينيا دول يتاكدوا ان هي مش جون، انما انت ما تروحش للفار ليه؟ يعني الحكم انت مستقصدني مثلا، ولا انت مثلا عايز تودي الحته في حته ثانيه؟ انا مش عارف. يعني انت لو عايز مثلا عندك جروب الواتساب بتاعكم اللي كل الناس في مصر عارفه الجروب ده بيتقال فين، المفروض ان هو بيتقال محاضرات، يعني محاضرات للتحكيم، انما هو اعتقد ان هو ما بيتقالش فيه الكلام ده. ولكن التحكيم المصري في حته مش حلوه جدا ومش حته بجد هتبوظ الدوري المصري، وحرام على الانديه اللي دفع ملايين تخسر او تفقد مراكز متقدمه تشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، تخش تاخد فلوس كونفدراليه، كاس عالم، كاس انتر كونتيننتال بعد التحديث. فكل الحاجات دي الانديه لازم تزعل. التحكيم كل 90% من انديه الدوري المصري زعلانه من التحكيم، جايبين خبير تحكيمي بياخد بالدولار عشان خاطر يبوظ لنا الدنيا. نرجع تاني، خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي، خطوه كويسه جدا للاعيبه النادي الاهلي، نبني على كده رجاله، شد حيلكم، وراكم جمهور بيدعم، وراكم جمهور بيحب النادي الاهلي ما بيحبش اشخاص. التحكيم المصري عايز مننا ايه؟ والزمالك بدا يرجع وبدا يعمل اداء كويس جدا وعمل مباراه كبيره جدا امام النادي المصري. بالمناسبه النادي المصري اسوأ مباراه لعبها في بطوله الدوري السنه دي. هتقول لي ده صلاح محسن ليه ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش عشان خاطر الزمالك
حتى لو حسبها ضربة جزاء الزمالك كان هيكسب. المصري في مباراة نادي الزمالك كان وحش، فالزمالك كان يستحق المناسبة. مبروك مبروك لنادي الزمالك الفوز على المصري، ومبروك للنادي الاهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا. ان شاء الله نكون بداية موفقة للنادي الاهلي. كل الدعم لتريزيجيه لزيزو لحسين الشحات لكل لاعيبة النادي الاهلي، خطوة نبني عليها، خطوة تكون ان شاء الله في الاخر مجهودكم يكون الفوز ببطولة الدوري. وان شاء الله لاننا مش هنقبل باي حاجة، السكواد ده لازم ناخد بطولة الدوري المصري وهو قاعد حاطط رجل على رجل. جمهور النادي الاهلي اللي في المدرج هو الوحيد اللي مش كسبان حاجة، هو الجمهور ده بيحب بلا مقابل، ولا بياخد ملايين، ولا الأغنية بتاعت النادي الأهلي، ولا لاعب جوه تيتشو، ولا صورت على الغلاف. فالنادي الجمهور ده ولا بياخد شهرة، ولا بياخد فلوس، ولا بياخد مكانة في المجتمع زي ما انت ما بتاخد، وبيطلع من جيبه عشان خاطر يجي الاستاد ويتفرج عليه. فكونوا رجال وكونوا تستحقوا تيشيرت النادي الاهلي. كل التوفيق للكره المصريه والنادي الاهلي بالاخص، لان انا راجل اهلاوي وبعتز بده جدا. وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.